مايك الكي 688 من شركة فاي فاي، مايك اكس ال ار ويو اس بي في نفس الوقت. هل المايك ده فعلا يستاهل الشراء؟ وهل مناسب لليوتيوب والجيمنج والبودكاست؟ ده كل اللي هنعرفه في الحلقة دي. خلينا نبدأ بالانبوكسنج بتاعنا الجميل ونفتح العلبة ونشوف محتوياتها ايه وايه اللي موجود مع المايك بالظبط. ده طبعا كتيب التعليمات، موجود فيه شرح استخدام المايك، فما تقلقش انت يعني كل حاجة هتلاقيها موجودة، سواء كنت هتستخدمه على الماك لو انت نظام عندك ماك او ويندوز، فموجود هنا شرح استخدام المايك وازاي تشغله على الكمبيوتر. وما شاء الله بصراحة اللون تحفة، اللون حاجة يعني مش متوقع ان هو يوصل كده. وتقريبا ده ألمونيوم تقريبا، وده كمان تقريبا ألمونيوم جاي معاه التحويلة دي. وده طبعا عشان لو انت بتستخدم حامل خارجي، ودي وصلة تشغيل المايك عشان لو انت هتشغله عن طريق اليو اس بي. فيها مدخل تايب سي، والمدخل التاني يو اس بي، وتقدر تستخدمه تايب سي لو انت هتوصله بالموبايل. يعني مش محتاج ان انت تجيب تحويلة لو انت هتستخدمه في الموبايل نفسه، لان هو موجود في كل حاجة. المايك مصنوع من المعدن بالكامل، كل ده معدن تقريبا. ممكن الجزء ده اللي يكون بلاستيك، بس انا بصراحة ما تحسش ان هو يعني تقريبا معدن هو كمان. المايك تقيل مش خفيف، اتوقع ان هو نص كيلو ممكن. عندك زرار هنا للميوت، مجرد لمسة بس كده، لان الزرار ده تاتش هيعمل ميوت لصوتك ومحدش هيسمع الصوت. نيجي للمايك من الاسفل، عندك مدخل اليو اس بي تايب سي، ده لو انت هتستخدم المايك يو اس بي. مدخل الاكس ال ار، ده لو انت عندك ميكسر وعايز توصله عليه. ومدخل للسماعه عشان تقدر من خلالها ان انت تسمع صوتك، وكمان تسمع صوت المايك وتشوف اذا كان صوت المايك كويس ولا مش كويس. المايك هنا هيكون تحكمك كله من الازرار دي، مش هتتحكم في حاجه من الكمبيوتر نفسه. عندك زرار من خلاله هتقدر ان انت تتحكم في صوت السماعه اللي انت لابسها، والزرار التاني ده من خلاله هتقدر تتحكم في صوت المايك نفسه. بس ده كده كل الازرار اللي موجوده في المايك. والبوب فلتر ده تقدر تشيله. طبعا المايك بيسجل من الاتجاه اللي في الامام بس، يعني لو في حد بيتكلم جنبك او في اي دوشه جنبك صوتها مش هيكون موجود، لان هو بيسجل الصوت من الامام. واهم ميزه في المايك ده انه شغال يو اس بي لو انت لسه مبتدئ ما تعرفش اي حاجه، واكس ال ار اللي حابب يطور من مستواه بعدين. يعني تشتري المايك ده ويكمل معاك سنين بدون ما تحتاج ان انت تغيره. بالنسبه لطريقه تركيب المايك في الحامل، مفيش اسهل منها. كل اللي عليك هتخلع الجزء الصغير اللي موجود قدامك ده بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وكل ده يدوي مش محتاج اي حاجة تخلع بيها. بعد كده هنبدأ نجيب التحويلة. لو انت الحامل اللي موجود عندك المقاس بتاعه مش مناسب، التحويلة دي هتغير لك المقاس بتاع الحامل للمقاس المناسب للمايك. بعد كده هتيجي على الحامل بتاعك وتركب فيه القطعة الصغيرة دي. خلاص بقت ثابتة. هنبدأ ان احنا نركب بقى المايك نفسه زي ما كان راكب في القطعة الصغيرة دي قبل ما نفكها. وانت ليك الحرية ان انت تخلي المايك لفوق او لتحت، المهم ان انت تكون عامل حسابك ان المايك بيلقط الصوت من الامام. وبالشكل ده كده بيكون انتهينا من تركيب المايك في الحامل. ودلوقتي انت سامع صوت المايك بدون اي تعديل، ده كده الصوت الاساسي بتاع المايك نفسه. وطبعا زي ما قلت لكم المايك بياخد صوتك من الاتجاه اللي في الامام بس، يعني لو انا جيت هنا في الاتجاه التانية دي هتلاقي صوتي مش مسموع. لو في اي حاجة جنبك في المكان اللي انت فيه ما بيسجلهاش ولا حد بيسمعها. خلينا نسكت كده لمدة 5 ثواني ونشوف لو في اي اصوات بعيدة هتيجي ولا لا. زي ما شفت كده مفيش اي اصوات، ده بدون تعديلات. دلوقتي احنا بنسجل صوت المايك نفس التسجيل، لكن مع شوية اعدادات بسيطة للصوت وتعديل بقى في برامج المونتاج. الفرق واضح. عموما حتى لو انت استخدمته بدون اي تعديلات فصوت المايك كويس جدا، وكفايه ان مفيش اي اصوات جنبك او اي دوشة المايك بيلقطها. المايك مناسب لليوتيوبرز والجيمرز
والبودكاست والناس اللي بتسجل كورسات تعليمية او صوتية. ايا كان استخدامك فالمايك ده هيفي معاك بالغرض ده، غير ان انت تقدر توصل فيه ميكسر لانه فيه مدخل XLR وتعدل الصوت براحتك. فانت لو عايز مايك بسعر كويس يقدم لك كل اللي انت محتاجه، مش محتاج ان انت تغيره بعد كده، فده اختيار مناسب ليك. بالنسبه لنا ورأيي انا في المايك ده، المايك ده كويس جدا بالنسبه لسعره. لو حابب تشتريه او عندك اي سؤال عن المايك اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. لينكات الشراء هتلاقيها في وصف الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. متنسوش لايك واشتركوا في القناه. السلام عليكم.